تقييمك لفترة عماد النحاس. بص كابتن عماد النحاس، اولا انا دايما اي مدرب احنا عايزين مدرب سي في وعايزين مدرب مش عارف. كابتن عماد النحاس حتى محليا اولا كمدرب هو مش عايز اقول مثلا 50 وكده وسنه كبير، هو ملوش تجارب كتيره مع فرق قويه. بس مع احترامنا لاسوان ومع احترامنا للمقاولين طبعا وكل الانديه اللي ما دربها مسكش فرق قوية فيها امكانيات، قويه فيها امكانيات صح. فبيدرب دايما انديه كده، فهو مسك فرقه فيها امكانيات، فاحنا شفنا ان في بعض القصور. لكن انا اشوف حتى الفتره اللي فاتت دي بعيدا عن المكسب، لا في حاجات اتغيرت اكيد اللعيبه عاملاها. انا كواحد بقول لك دايما انا مش محلل، انا ما اعرفش دي ايه زي ما انت قلت، ده ابداع من اللعيبه ولا من المدرب فني قدر ان هو يحط حاجات. في حاجات حطها عماد النحاس فنيا انا شفتها، هو مجهز اللعيبه كويس. في حاجات انت تشوفها في الملعب، طريقه النادي الاهلي بقت سريعه، زياده عدديه بقت موجوده في ال 18 دي ما كانتش موجوده. كان مشكلتك الدفاعيه، مشكله كواليتي، مشكله كواليتي. اما بص على جونين كهربت الاسماعيليه، يعني انا اشوف ان دي مشكله كواليتي لعيبه عندك. انت لازم تحسن كواليتي اللعيبه الهجوميه الدفاعيه عندك. خلي بالك كل كلامي ده لا يمنع ان انا بقول عماد النحاس لما يكملش في الاهلي. انا عارف انا بقول لك ايه، فتره مؤقته، دي فتره المدربين المصريين. عماد النحاس عايز تجيب اي حد، رياض شيتوس، محمد شوقي، هات اللي انت عايزه طول ما هي فتره مؤقته. مع اني برضو ضد الفكره دي، ان انت يعني ايه مؤقت اصلا؟ مؤقت انا في نص الموسم، المدرب المؤقت ده اجيبه في اخر الموسم لما الدوري يكون خلص، خسرت الدوري او الدوري خلص عندي او ما عنديش بطولات مهمه، فاجيبه يشيلني 5-6 ماتشات لحد ما اجيب مدرب. انما لسه بادئ الموسم وفي نص الموسم، فانا بقول انا جايب مدرب مؤقت 4 ماتشات وابتدى يترمي ان هو هيكمل. لا وكابتن عماد النحاس انا شايف انك تجيب مدرب اجنبي نجاحاته او قدر يعدي بالمركب زي ما قلنا الفتره دي بالزبط. جمع منها اكبر عدد من النقاط، ده هايل جدا. لكن خلاص كفايه على كده، والنادي الاهلي لازم يجيب مدرب اجنبي يصلح بقى الحاجه اللي احنا دايما بنتكلم عنها، استمراريه الاداء. حاجات مثلا ممكن تكون مضايقه الناس تكتيكيه، مثلا في تغيير مثلا عماله ضايقت قوي حسين قفشه بحسين، الناس شافوا ازاي تغيير زي دي تحصل وفقدنا الكوره مش عارف فين والكلام ده. خلاص مدرب يجي يصلح الحاجات الصغيره دي، يبتدي ينقي لعيبه بكواليتي عالي. مدرب اجنبي مش هيكون مجامل، يجي يشوف ويعرف الكواليتي اللي عندي ده، اذا كان قوي ده يكمل معايا، مش قوي سيبني اختار لك لعيبه، او اختار لعيبه انت تبقى تليق على فكري بقى، وتليق لو الاهلي عايز مدرب ينجح معاه. مش مشروع ده معناه انه صغير، ما ممكن مشروع يبقى 3 سنين بس 3 سنين ده اكل الاخضر واليابس فيهم. واستغل حاله فرقتي والارقام اللي فيها. يعني انا ما اعتقدش ان اجيب سكواد بالجمال ده يعني بعد كده يعني. يعني بس تترمم الدفاع قدامنا تبقى كويسه.